كان ويليام كيمبلر راجل بسيط بيبيع خضار في أحد المناطق في نيويورك. ويليام هو وشريكة حياته ماتيلدا كان إدمان الكحول جزء من حياتهم اليومية، وده خلى حياتهم كلها خناق ومشاكل. كان الجو دايما مشحون وعلى وشك الانفجار. ويليام ما كملش تعليمه، عشان كده الجورنال اللي في إيده ده هو مجرد ورقة وفيها شوية صور. هو دلوقتي شايف صورة لفيل وسط حشود كبيرة وصحفيين وتصوير، لكن اللي ما كانش عارفه هو اللي مكتوب تحت الخبر: إعدام الفيل توبسي بالصعق الكهربائي. الفيل واللي ليه تاريخ طويل في سوء المعاملة من المدرب بتاعه، وفي لحظة استفزاز كان المدرب بتاعه بيقرب سيجارة مولعة من الخرطوم بتاعه، وتخلى الفيل يفقد السيطرة ويهاجمه ويقتله. وفي ميدان لونا تم تطبيق أول إعدام كهربائي في التاريخ على الفيل توبسي، وده كان انتصار لتوماس أديسون على نيكولا تسلا، اللي كان بيحاول يثبت أن التيار المستمر أفضل الطرق الضخمة في الإعدام من التيار المتردد. ويليام طوى الجورنان ورماه على جنب، وبدأ هو وماتيلدا في شرب الخمور اللي زي ما قلنا كان جزء من روتينهم اليومي. ولما بدأت الخناقة ما بينه وما بين ماتيلدا وتحت تأثير الخمر، رفع ويليام الفاس وضرب ماتيلدا على راسها ضربة خلاها وقعت ميتة في لحظتها. الغريب إن ويليام مهربش، لكنه راح بكل هدوء وسلم نفسه. قال لهم: أنا قتلت ماتيلدا وأنا أستحق العقاب. اعتراف صريح بالقتل سهل القضية على القاضي اللي حكم عليه بالإعدام، والإعدام هيتم بالكهرباء لأول مرة في التاريخ. ويليام هيكون أول إنسان يتجرب عليه الطريقة الجديدة، الطريقة المبتكرة من توماس أديسون في الإعدام، اللي على حد وصفه إنها الطريقة الأسرع والأقل عذاباً، أو على الأقل ده اللي كانوا فاكرينه. لكن الواقع كان مرعب. في يوم الإعدام الصبح بدري دخل ويليام غرفة الإعدام، وكان هادي بشكل غريب. اتربط على الكرسي وتوصلت بجسمه